ومن أخطاء بعض الناس في الصلاة أنه يقرأ الفاتحة أو يقرأ ما بعدها دون أن يحرك لسانه، فتجد أنه قد أغلق شفتيه ويقرأ، وهذا أيها المسلمون خطأ كبير. وإذا فعله في الفاتحة وهي ركن في الصلاة بطلت صلاته، فلا بد في أثناء القراءة أن يحرك لسانه. والله جل وعلا يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالكلام لا بد أن يحرك به اللسان وأن يكون معه حرف وصوت. فكذلك أنت عندما تقرأ في صلاتك أو حتى عندما تقرأ في القرآن فلا بد أن تحرك لسانك بالفاتحة، لا ينبغي أن تجهر بها إلا في مواضع الجهر، لكن وأيضا إذا كنت مأموما أن لا تشغل من بجانبك برفع صوتك، لكن كذلك لا تغلق فمك وتقرأ بقلبك. فالقراءة بالقلب ليست صحيحة في الصلاة، الأصل أن تكون القراءة باللسان في أثناء صلاتك. ومن أخطاء بعض الناس في الصلاة أنه لا يكاد أن يرفع يديه للتكبيرة الإحرام، فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن يرفع المرء يديه إلى حذو منكبيه الكتفين أو إلى حذو الأذنين أو بينهما، فبعض الناس لا يكاد أن يرفع ذلك، فهو لا يتجاوز بها، ربما أن يرفعها شبرا أو نصف شبر ثم يضعها على سرته أو على بطنه أو على صدره، فهو لا يحرك يديه. الأصل أن يرفعهما رفعا تاما في أثناء الصلاة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخطاء بعض الناس في الصلاة كثرة الالتفات فيها، إما الالتفات برأسه أو الالتفات بعينيه، ولا يزال الله مقبلا على أحدكم في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض الله عنه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال: ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، هذه سرقة يسرقها الشيطان من صلاتكم. فلا ينبغي للمرء أن يلتفت برأسه، ولا ينبغي أيضا أن يلتفت بعينيه، فهو يقف أمام عظيم جل وعلا. اجعل عينك متبعة وناظرة فقط إلى موضع سجودك، وهي غاية الانكسار والذل بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يسرح المرء ببصره يمينا ويسارا، بل يجعل بصره مركزا على موضع سجوده. ومن أخطاء بعض الناس في الصلاة أنه إذا كان مسبوقا استعجل القيام ربما قبل أن يتم الإمام سلامه من الصلاة، فإذا كان قد فاتتك ركعة أو ركعتان مثلا، ثم الإمام في صلاة الظهر أو غيرها قال التسليمة الأولى: السلام عليكم ورحمة الله، بعض الناس من شدة استعجاله يقوم مباشرة قبل أن يسلم الإمام من التسليمة الثانية، وهذا خطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تنصرف قبل أن ينصرف الإمام، أن تنصرف عنه، أن تفارقه قبل أن يفارقك هو. أنت عندما تقوم إلى الآن ما انتهت صلتك بإمامك، لا تنقطع هذه الصلة بينك وبين الإمام، لأجل أن تقوم تتم عليك لا تنقطع إلا بسلامه التسليمة الثانية. فلا ينبغي أن تستعجل في ذلك، بل ينتظر حتى ينتهي الإمام من سلامه تماما ثم يقوم يتم ما عليه. ومن الأخطاء مع الإمام أيضا مسابقة الإمام، فما يكاد الإمام أحيانا يقول سمع الله لمن إلا قام بعض الناس سريعا وسبقه، ما يكاد الإمام يقول الله لأجل السجود، ما يتم أكبر، حتى بعض الناس ربما سبقه إلى السجود ويسبقه ربما إلى القيام، وهذا لا يجوز. لا ينبغي أن يسبق المرء إمامه، الإمام قائد للمأمومين، والمأموم لا يتقدم على إمامه لا بركوع ولا بسجود ولا بقيام ولا بسلام من الصلاة، بل يلتزم بأفعال إمامه. ولما سئل أنس عن سجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ثابت البناني عن أنس قال: كان إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكبر ساجدا لا يثني أحدنا ظهره حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. لما يقول الله أكبر إذا استقر ساجدا بدأوا هم مرحلة السجود، ثنوا ظهورهم للسجود. أما ما يقع من بعض الناس اليوم من هذا الاستعجال فهذا بلا شك أيها المسلمون أنه خطأ. ومن الأخطاء عند بعض الناس عدم الطمأنينة في الصلاة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وجلس يحدث أصحابه، فدخل رجل وصلى صلاة سريعة جدا ينقر سجودها وركوعها، ثم أقبل يحضر الدرس،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أنت ما صليت تحية المسجد، ارجع وصلي. فرجع الرجل وصلى ثم عاد فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى ثم عاد قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أعلم غير هذا فعلمني، هذه صلاتي. فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وأمره أن يسجد. قال حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يعني لا تنقر صلاتك رقرا ولا تستعجل بها. ولو قارنتم والله أيها الناس بين من يستعجل في ركعتين وينقرها نقرا وبين من يصليها مطمئنا فيها لن تجدوا الفرق بين هذا وهذا إلا عدة ثواني، ربما لا تصل إلى نصف دقيقة. الاطمئنان في ركوعك، الاطمئنان في سجودك، الاطمئنان عندما ترفع من الركوع. لا بد أن يستقيم ظهرك إذا قلت سمع الله لمن حمده. بعض الناس لا يستقيم ظهره، يقوم من الركوع وهو منحني وعلى انحنائه يسجد، فقد ضيع ركنا وهو القيام من الركوع. فلا بد أيها المسلمون أن نتعلم نحن ذلك وأن نعلمه أيضا إلى الآخرين. فإن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، إن صلحت نظر في باقي عمله، وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي وهو يوصي الصلاة 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 تعظيما لقدرها وحرصا عليها، حتى يطمئن المرء عندما يصليها أنه صلاها على السنة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يتبعون سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قولوا ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.